طبعا انا لاحظت اليومين دول ان في موضوع حوالين تسجيل السمسمية كتراث مشترك ما بيننا وما بين السعودية. آم، اتوثقت على اساس انها سعودي ازاي؟ يعني هل في اثار، هل في تراث، هل في الحان، هل فدي حاجة انا ما اعرفهاش بصراحة، بس اللي انا اعرفه انها موجودة عندنا من الاف السنين. في نقطة كمان، الحنة بيقولوا ان اتسجلت على اساس 15 دولة مشتركة في هذا التراث. بصوا يا جماعة، الحنة كمادة مستخدمة عند المصريين القدماء ما كانتش للزينة. يعني ما كناش بنرسمها على ايدينا بالشكل اللي احنا بنشوفها بالشكل الحالي يعني. لا ما كانش عندنا وما زالت مش عندنا. يعني احنا حتى لما بنيجي بنرسمها جوه كف الايد، بنرسمها جوه كف الرجل، او بنحطها كده كنوع من انواع العلاج مش كزينة. المصري القديم كان بيستخدم الحنة كعلاج للشعر، للضوافر، في عمليات التحنيط، في حاجات كتيرة. لكن كمادة للزينة لا، المصري القديم كان أكبر من كده بكتير. المصري القديم عمل حاجات تانية يعني للزينة. وعمل كريمات وعمل ألوان في الاي شادو وفي الروجاجو وفي الحاجات دي كلها يعني. فالحنة ما كانتش هي المادة المستخدمة في عملية الزينة. فأنا مش عارفة هي تم يعني ادراجها تحت انهي مسمى. يعني انا مش فاهمه، هل كزينه ولا كماده مستخدمه؟ بصراحه انا مش عارفه. فبالتالي انا مش قصه يعني اليونسكو بالنسبه لي انا مش ماده للتوثيق. ده حاجه كده اليومين دول الناس بتعملها علشان كل دوله تستر نفسها، لكن احنا كل حاجه ليها اثار عندنا. تعالوا بقى اقول لكم المعلومه الضربه القاضيه عشان توصل للاخرين، عشان تعرفوا ان احنا مظلومين ازاي في العالم ده. كلمة حنة أصلها إيه؟ أصلها مصر قديم. حنو. يبقى الحنة اللي واصلة لغاية دلوقتي بالاسم، واصلة بالاسم المصري. ده معناه إيه؟ ده معناه إنها مصر. بس يلا يا جماعة، معلش ده قدرنا إن إحنا نوزع تراثنا على الجميع. بس أنا هوضح للمرة المليون، الحنة عند المصريين القدماء كانت بتستخدم كعلاج مش كزينة. المصري القديم كان عنده يعني زي دلوقتي كده، هل انا هحط في بقي روج ولا هحط في بقي حنة؟ لا، هحط في بقي روج. فكان المصريين القدماء كده، ما الحنة دي علاج مش اكتر.